أنت كنت لاعب مميز في مولودية طهران الجزائري، ونعم متابعين، يعني كنت أكثر جمهور الاتحاد كان يتبعك أخبارك، وأيضا جمهور مولودية طهران الجزائري كان متعلق بمحمد زعبية. ما نقولوش متعلق بجمهور الاتحاد، لكن أكيد متعلق بلاعب يقدم لك الإضافة. يعني محمد زعبية لماذا اخترت قدومه في فريق الاتحاد؟ أنت تمردت عليه، انت ما حضرتش حتى التدريبات، يعني انا كنت مواكب لشيء هذا في معسكر كان في تونس الاخير. يعني مع حتى التدريبات لم تريد دخولها، يعني فرضت عليهم امر واقع ولديه وهران الجزائري في سبيل ان نادي الاتحاد يتفاوض في تلك الفتره، وانت وضحت هذه الامور ان هناك تاخير في هذا الامر. لكن لماذا محمد زعبيه غامرت؟ يعني هناك العقليه الاحترافيه تقول ان يعني انت كان مستواك مميز في مولوديه وهران، كنت تقدم الاضافه، كنت هداف، يعني دخلت الى فريق يعني داخل في مغامره مجهوله. محمد يعني يقولوا قد يخرج فريق الاتحاد بالدور التمهيدي او الدور اللي بعده، يعني يمكن مستقبلك يعني يكون مهزوز. ايضا عودتك لمولوديه وهران، انت نعرف ان يعني عقدك الى ينتهي الاعاره تنتهي شهر 6، يعني عودتك اكيد ستكون محتومه الان الى فريق مولوديه وهران الجديد، سيكون يعني تقبل الجمهور مولوديه وهران يكون زعيم. والله سؤالك طويل هالبال حق لكن جاوب باختصار. خلينا نقسمه. أول حاجة يعني شنو جابني هنا؟ جابني حب الاتحاد. يعني لو مش كنت يعني مع احترامي لفريق المولودية، يعني لو كنت في أحسن فريق في العالم والله العظيم يوم يلبي لي نداء فريق الاتحاد مستحيل نتراجع حتى دقيقة ولا نفكر في الموضوع حتى دقيقة. فأنت أسف كبير على فريق مولودية وهران اللي شايلين من خاطرهم مني. صعب يعني صعب يفهموا شن القرار اللي خديته أو شو معناتها. يعني رياضي يحب فريقه بالشكل هذا مستحيل هم حيعرفوا الشيء هذا. أنا متأكد إنه مش حيقدروا الموضوع هذا، لكن مش مهم. أهم حاجة إن جمهور الاتحاد راضي على محمد زعبية أو فريق الاتحاد راضي على محمد زعبية. فهم نكرر لهم أسفي مرة ثانية، نقول المولودية ما توقفش لا على محمد زعبية ولا على أي رياضي. مولودية وهران فريق كبير في الجزائر، وفريق عريق وفريق معروف، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. يعني أنا مازال مرتبط معهم بعقد، فما نعرفش يعني هل مازال متقبلين محمد زعبية أو لا. يعني حتى بالصدفة اليوم نقرأ في الأخبار لقيت منزلين خبر عليا في صحيفة مولودية وهران على العودة. في ناس تقولك مع عودته، في ناس تقول ضد العودة. فأنا يعني نحترم آراء كل جماهير أكيد. يعني وهذا عندي عقد وملتزم به، وزي ما قلت لك أنا نحترم آراء سنة ما زالت عام تاني. زي ما قلت لك نحترم آراء جميع الجماهير بتاع المولودية. اللي مرحب بعودتي نشكره، واللي ما هوش مرحب بالعودة نتاعي نفس الشيء نشكره. لكن أنا حنرجع يعني أكيد، يعني نرجع لأن أنا مرتبط بعقد، فضروري نرجع لرئيس النادي، تفاهم مع رئيس النادي. لو رئيس النادي يوافق لي في الرجوع أكيد يعني حنكون مع الفريق، أو لو ما وافقش مش هذه نهاية الدنيا. الحمد لله يعني في أكثر من الفريق في لحد الآن عندي أكثر من عرض. عندي من أوروبا، عندي من تونس، عندي من مصر، عندي من الكويت مرة تانية. ف يعني ما نعرفش يعني وجه الجاية. أكيد يعني بعد فريق الاتحاد أكيد يعني تو حنرجع لفريق المولودية. حنحترم العقد متاعي ونشوف لو فريق المولودية راضيين على محمد زعبي يرجع الفريق يكون مع فريق العام الجاي أكيد حنكون. لو ما قبلوش محمد زعبية مرة تانية ما هيش مشكلة هذه، وإن شاء الله يعني نشوف. لو ما قبلوش حنشوف نادي آخر، ولو قبلوا راني قاعد معهم. ما ظنيتش إن في الفترة اللي
الفترة اللي كنت مع فريق المولودية أنا قصرت معاهم في شيء هم يعرفوا شيء هذا، أو قصرت معاهم في مباراة الحمد لله كنت معاهم زي ما يقول هم، أنا كنت معاهم راجل لآخر دقيقة. وحتى لما طلعت من فريق مولودية يعني ما طلعتش في الوقت الأخير، بالعكس أنا كلمتهم ممكن من شهر قبل الموضوع هذا، قلت لهم عندي نادي تاني، يعني ما كانش الوقت هذاك نادي الاتحاد، قلت لهم انا عندي نادي تاني وكنت حاب نطلع باش ما نجيهمش في الوقت ضيق ونقول لهم يعني باش حتى هم بروحهم زي ما تقول احنا ما يحصلوش ويقعدوا يجيبوا مهاجم ويقعدوا يدوروا ولا حاجه. فنتمنى لهم التوفيق، ما زال الدوري يلعب، نتمنى لهم التوفيق في المباريات الجايه ان شاء الله ربي يوفقهم. هناك اشكاليه كانت تورطنا محمد زعبيه عند وصول فريق الاتحاد لدور المجموعات، كنا نتمنى نفس طبعا وصول فريق الاتحاد لدور المجموعات، ما فيش حد يعني ما يتمناش فريق الاتحاد يفوز دور المجموعات. عقدك ينتهي في شهر، في عام مده عقدك تنتهي في شهر 6 في محمد، يعني كيف حتلعب مع فريق الاتحاد وعقدك منتهي معنا؟ يعني بروحي يعني في حاجات مستغرب فيها، يعني حتى يقولوا لي فيها الناس او يدارين، انا مستغرب في الحاجات اللي يقولوا لي فيها عفوا يعني يقولوا لي انت هتلعب في دوري المجموعات، اوكي انا نلعب في دوري المجموعات، لكن انت تعرف ان عقدي ينتهي شهر، عقد الإعارة ينتهي شهر 6 وفي دوري المجموعات بعد شهر 6، كيف بنلعب؟ يعني انت بتمشي تدفع لنادي مودية فلوس وانا بدي لي عقد جديد، فالامور ملخبطة يعني ما كنتش فاهم الموضوع، ما فهمتش كيف يقول لي انت بتلعب في المجموعات، تلعب مجموعات، لا صح بنلعب مجموعات، بعدين كيف تمشي تفاهم مع النادي بتاع المودية؟ بالك يقولك احنا محمد زعبية ما هوش لي الإعارة، كيف ندير لو يقولك ما هوش لي إعارة؟ ما نقدرش نطلع أنا بروحي. الوضع يعني غريب جدا يعني. أنا يعني تربيت في نادي الاتحاد، تربيت من صغري في نادي الاتحاد حقيقة، يعني أول مرة نشوف نادي الاتحاد بالطريقة هذه، فنطلب من جماهير اللي تحب نادي الاتحاد واللي تغار على نادي الاتحاد واللي تخاف على نادي الاتحاد واللي يهمهم نادي الاتحاد إنهم يتمسكوا بالنادي شوية، لأن النادي يعني نادي الاتحاد ليه رجالة، يعني حتى لما يطيح نادي الاتحاد ليه رجالة هم اللي يوقفوا، هم اللي يتمسكوا به يخليه ما يطيحش. يعني أنا واحد من الناس خاف على نادي الاتحاد، فنطلب من الناس اللي هي يعني المعروفة اللي في نادي الاتحاد واللي تخاف على نادي الاتحاد وغيرت على نادي الاتحاد، يا ريت يكونوا يد واحدة ويقيموا نادي الاتحاد، حتى لو ما يعني لا قدر الله ما فيش رئيس نادي او ما فيش حاجة، نادي الاتحاد ما يوقفش على حد، لا رياضي ولا رئيس نادي ولا اي واحد، بالعكس قاعدة لجمهورها، هذه دولة براحة والشعب براحة نادي الاتحاد. والحمد لله انتم بروحكم شفتوا بلاد ميتة فرحها نادي الاتحاد، طلعوا من جميع الأماكن في ليبيا، هذا دليل على شعب الاتحاد وعلى قوة هذه القلعة الكبيرة. وزي ما قلت لكم نتمنى يعني حتى يعني اعتبروه من مشجع مش من رياضي، اعتبروه من مشجع وكنت قريب على الفريق، لازم نادي الاتحاد يوقفوا له رجاله، احنا ما اعتمدوش على فلان. طبعا المقطع هذا نوجه فيه كلام مانيش رياضي، بالعكس مشجع، اعتبرني مشجع في المقطع هذا اللي بنقوله، بس اعتبرني مشجع مانيش رياضي، اعتبرني مشجع وكنت قريب على الفريق. لازم وضروري جدا ان نادي الاتحاد يوقفوا له رجاله ويكونوا ايد واحده، وان شاء الله الاتحاد ديما في العالي، والاتحاد حتى لو يعني زي ما قلت يمرض نادي الاتحاد يمرض وما يموتش، وديما ويقعد يعني في مكانه. نادي الاتحاد هو الاقوى، هو رقم 1 في ليبيا واكبر قاعده جماهيريه، زي اللي يبي عليه اللي يبي وعليه ما يبيش.
وزي ما قلت لك البلاد كانت ميتة وأحياها نادي الاتحاد، وبإذن الله ما زال حتشوف الجمهور. وخلنا نرجع يعني كرياضي مرة تانية، نتكلم كرياضي مرة تانية. نحب نشكر جمهور الاتحاد يعني على أحلى وأرقى وأشجع وأطيب وأقوى جمهور في ليبيا على مساندتهم للفريق، زي اللي جو لتونس، زي اللي ما قدروش يجوا لتونس قعدوا في النادي. سامحونا نحن خذلناكم وقصرنا في حق هذا الجمهور. نعرف يعني حتى الفريق باقي الرياضيين يعرفوا ان لو ما فيش مشاكل هذه نتاع البلاد والمشاكل نتاع البوابة، واحد جواز 2002 و2000 فوضى هذه اللي يديروا فيها التوانسة، إن كنا حنشوفوا أكثر من هذه الجماهير في تونس. نشكر يعني جميع جماهير الاتحادية من جميع أماكن وجميع المدن في ليبيا، شكرهم على مساندتهم لفريق الاتحاد. وزي ما قلت لك إن شاء الله يعني يسامحونا خذلناهم. أنا نعتبر نفسي واحد من الناس إني أنا خذلت جماهير الاتحاد حتى لو ما شاركتش، لكن الله غالب، هذا فريق واحد يعني في الربح مع بعضنا وفي الخسارة مع بعضنا. يعني حتى لو ما شاركش محمد زعبية أو منصور البركي أو أي حد، بالعكس يعني زي ما قلت لك احنا فريق واحد، نمثلوا في نادي واحد ونمثلوا في جمهور واحد، يعني في الربح مع بعضنا في الخسارة مع بعضنا، نتحملها مع بعضنا. الله غالب، هذه كورة يعرفوا جمهور الاتحاد. لما كان الاتحاد في أحسن أحواله رياضيا في 2007 أو في 2010 مفيش حد قصر. نشكر مرة تانية جميع لاعبين نادي الاتحاد بدون استثناء، نشكرهم يعني شكر خاص.